على مستوى القاس يقول لك اكو لاعبين يستحقون منتخب وطني قالوا. ليش لا عاد؟ ترى المنتخب الوطني مو حكرا على الفرق الجماهيري حقيقه. فعلا اكو لاعبين بالقاسم يستحقون منتخب وطني. ليش لا عاد؟ مثل يعني انا اشوف هذا الولد المهاجم سيف يعني مستقبلا يقدر يلعب بالمنتخب العراقي. المهاجم اللي رقمه 77 يعني مستقبلا اشوفه يعني بمواصفات اللي اليوم سجل قصدك. اي بمواصفات انا منتبه عليه يعني الرجل قبل مو اليوم يعني من قبل مشخصه يعني كل المواصفات اللي بيقدر يلعب بالمنتخب هو عنده السرعه والقوه والنشاط والذكاء عنده يعني. كابتن بهاء فعلا اكو لاعبين يعني؟ نعم اكو موجودين بالقاسم يعني اذا انا شفتهم الموجود حسين محسن مدافع يمين من افضل مدافعين اليمين على مستوى الدوري حاليا. اي اضافه الى سيف مثل ما قال كابتن حيدر، سيف لاعبين شباب ممتازين، هداف باي لحظه يحس يسجل لك الهدف. اضافه لانه الموجودين يعني يمكن كلاعب ارتكاز دائما كنت اني افكر به، هو كلاعب لي وراء هسه لاعب ارتكاز اما لاعب قصير انسى، هو لاعب القاسم سابقا هسه حاليا رجع يلعب الارتكاز، لاعب جيد جدا. اي كان بالنفط بالضبط. وكذلك اللاعب الحارث يعني يمكن النقطه الاكثر في نادي القاسم، العلامه الكبيره في نادي القاسم اللاعب الحارث حاتم. اي لاعب جيد جدا، قائد، في اي لحظه يصنع، في اي لحظه يسجل، تحس بيه محبوب من قبل اللاعبين. انا دربته واعرف مع اللاعبين محبوب من قبل اللاعبين، يتقبلون من عنده كل شيء. هو رجل مثقف، هم رجل قانوني مثقف، يتقبلوا من عند اللاعبين، فتحس اكو توليفه جيده في نادي القاسم. يعني بس انت بتقول نتحدث عن منتخب وطني، ممكن يعني مثلا لو شوف لا احنا كاساس عنده وجهه نظر ثانيه. لا منتخب وطني موجود حسين علي، ممكن هذا علي من هو الافضل موجود هسه، حسين هو الحارث الافضل موجودين وسيف. زين خلينا نحكي على الزوراء.